السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بكلمكم دلوقتي من محافظة الفيوم. احنا النهارده جايين نكمل زراعة مزرعة بنخيل برحي احجام خاصة. زي ما حضراتكم شايفين ده النخيل اللي ورانا، النخيل دي مزروعة بقالها سنة، بسم الله ما شاء الله النموات الخضرية بتاعتها كويسة. طيب ايه اللي يخليني ازرع بنتجورة وما ازرعش فسائل؟ اللي يخليك تزرع بنتجورة انك انت بتشوف النخيل بتاعتك قدامك مكونة مجموع خضري، بتشوف المجموع الجذري بتاعها، على عكس الفسيلة اللي بتحطها وبعد سنة تبدأ تكون معاك مجموع جذري وبعد كده تبدأ تزود معاك او ما تزودش ويحصل فيها نسبة الفائد اللي احنا عارفينها في الفسيله. علاوه ان البنتجوره بتزرع في اي وقت في السنه زي ما قلنا، على عكس الفسيله اللي بيبقى لها اشهر معينه اللي هي الاشهر المعتدله اللي هي 3 و4 و9 و10. زائد ان البنتجوره بتبقى سابقه الفسيله بسنه، اللي هي السنه اللي اتعمل لها فيها عمليه تحضير وقدرت فيها ان هي تكون المجموع الجذري اللي انت بتشوف في قلب الاصاري، وقدرت فيها اللي هي تطلع معاك النموات الخضريه اللي بتشوفها دي. طبعا احنا كمشتى الحياه بنضمن لك النخيل اللي احنا واخدينها بعقد بيضمن الصنف لحد الاسمار. زائد ان احنا بنتابع معاك، علاوه ان احنا بنيجي ونزرع لك النخيل بتاعتنا في قلب الارض بنفسنا عشان نتاكد ان الحاجه مزروعه صح واحنا نضمن لك نجاح مشروعك. بس وكان ده فيديو النهارده. لو حد عنده اي استفسار يقدر يكتب لنا في الكومنتات او يبعت لنا على رسائل الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.